أعطوني من وقتكم دقيقتين لأعلمكم سر أطيب وصفة تتبيلة مخلل بيستعملوها المطاعم وبيقدموا لنا إياها جنب وجبة الفروج أو الشاورما. تتبيلة خرافية شي على العالم. ونسيت المخلل. أعطونا شي فروجة من عندكم وتفضلوا على العشاء. أول شي بلزمنا نوع المخلل المفضل عنا، سواء كان ملفوف أو خيار جزر اللي انتو بتحبوه. تاني شي بنجي على التوابل. أول شي بلزمنا شوية سمسم أبيض وحبة بركة. بلزمنا شوية دبس فليفلة وشوية توم. بلزمنا شوية ماجي. بلزمنا شوية هيل وشوية كزبرة وليمونة مشان ناخذ القشر تبعها والعصير تبعها وشرة زيت حلو. ويلا نبدأ على التتبيل. ونكهة اختيارية فيكم تضيفوها فيكم لا الدبس رمان. وهلا بنبلش سوا التتبيل. هلا أول شي رح نحط معلقة دبس فليفلة كبيرة. أنا هلا رح أساوي عيار تبلة، انتو بتضيفوه على مخلل تدريجيا مشان ما تقولوا كترت وقلت. هدول المكونات دي ينضافوا بهالعيارات ليساووا معنا التبلة، ما بصير شي يكتر وشي يقل. مقدار سن واحد توم، سن واحد توم مهروس كبير مع معلقة دبس فليفلة كبيرة، بالإضافة لنص معلقة ماجي، نص معلقة صغيرة. تمام؟ بنضيف عليهم سمسم وحبة بركة، ما في مشكلات، فيكم تكتروا فيكم تقللوا، شيء اختياري. حبتين هيل مطحونات، حبتين مو أكتر، لأنه الهيل طعمته كتير قوية. بالإضافة لمعلقة كزبرة يابس يكون نوعية طيبة. هلا بلزمنا بشرة نص ليمونة، بشرة ناعمة بهالشكل هذا بتبشروها، وبعد ما تخلصوا بشر تعصروها فوق المنة. نص ليمونة مو أكتر، أو إذا الليمونة صغيرة ليمونة كاملة معلش بهالشكل هذا. بعدها بتضيفوا عليها مقدار معلقتين كبار زيت حلو مشان تتحرك معنا، والدبس رمان مثل ما خبرتكم شيء اختياري، أنا بفضل أضيفه مقدار معلقة واحدة صغيرة، ومنحركهم مع بعض تخليطها تكون كتير مرتبة. هلا هي العيارات اعطيتكم اياها بتساوي لكم هذا الصحن من التبله. هلا هي تبله جاهزه بتضيفوها على اللي انتم بتحبوه. انا هيدا هون صحن خيار وملفوف، ولكن رح اخلطهم مع بعض. هي التبله كافيه. حسيتوها كثيره فيكم تكتروا الكميه، بس العيارات في قلبها ابدا ابدا ما لازم تتغير. واهم شيء المخلل يكون مكبوس على طريقتنا. رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف لحتى تنجح معكم الوصفه تمام التمام. وبتحركوا تخليطه تكون كتير كتير كويس. وبعد ما خلطناهم كتير منيح على صحن التقديم، وهيك الشكل النهائي، والطعم خرافي ولا اروع. شي فاخر على الآخر. جربوها ما تندموا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.